مساء الخير يا رجاله، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجه انا مبسوط للمنتخب جدا جدا، يعني مبسوط بالتعادل. مبسوط بالتعادل فوق ما تتخيلوا كمان. مش كنتيجه، مش كنقطه وانا خدت من بلجيكا نقطه وهي وبتاع، لا. مبسوط ان انت كسرت حاجه ما كانتش موجوده السنه اللي فاتت، ان انت بتلاعب بلجيكا ند بند، منتخب كبير ايا كان، هو التاسع على العالم. يعني مهما كانت ظروفه ايه، انت يعني الموضوع انا شايف ان انت اتطورت في حاجات كتير، في افكار اتقدمت في الملعب انا شايف ان انت ما قدمتهاش قبل كده خالص في السنين اللي فاتت يعني. فانا سعيد بدي وفرحان بدي وده كريدت كبير قوي للجهاز الفني وكريدت كبير قوي لحسام حسن. الفيديو ده مش معمول بصراحه تحليل قوي قد ما هو معمول لحاجه، وهي البوست اللي فات اللي انا نشرته على الفيسبوك، انتقاد وسخريه بشكل غريب. حاجه حصلت في ماتش البرازيل وحصلت بين الشوطين لما اتكلمت وقلت ان انا شايف منتخب حقيقي، واتكررت تاني بعد الماتش. حاجه بس انا عايز اتكلم فيها في النقطه دي. انا ما عنديش مشكله تشتم، تنتقد، تعمل يعني اللي انت عايزه اعمله. انا يعني الحمد لله والله مش فخر في نفسي او كده، بس بيهمنيش، براحتك اعمل اللي انت عايزه. في النهايه انا الناس دي عايز اناقشها، لان انا عايز افهم وجهه نظرهم حتى ايه. انا اتكلمت في ماتش البرازيل وقلت ان دي عقده خواجه بصراحه، وانا مش شايفها غير كده بامانه يعني. بس في نفس الوقت انا عايز افهم الناس دي. يعني لو حد منهم في الكومنتس تقول لي ايه. اول حاجه، انت منتظر ايه من المدرب؟ انت عايز ايه من مدرب لمنتخب مصر؟ وانت اصلا ايه الفكره من الانتقاد؟ تعال نبدا بالجزء الثاني من السؤال. يعني انت دلوقتي بتنتقد حسام حسن، ماشي، بتنتقده على ايه؟ ما هو فكره الانتقاد دي يعني انا كنت بعمل حاجه سيئه مش احسن حاجه، ودلوقتي انا بعمل حاجه اسوأ منها، او كنت بعمل حاجه كويسه ودلوقتي بعمل حاجه اقل من الحاجه الكويسه دي. ده مفهوم الانتقاد، حاجه حصلت كويسه او حاجه حصلت على الاقل احسن من اللي بتتقدم دلوقتي. فانت بناء على ده انت بتنتقد، اوكي براحتك. فين بقى اللي انت كنت عامله السنين اللي فاتت هو بتنتقد عليه اللي بيحصل دلوقتي؟ ده اول حاجه. الحاجه الثانيه، انت اصلا دلوقتي وليكن جبت مدرب اجنبي وجبت مدرب احسن من حسام حسن. على فكره حسام حسن انا ما بشوفوش مدرب من الصفوه يعني خالص، بس في النهايه خليني اسايدك. انت عايز مدرب افكار عالميه وكده، انت بقى مستني منه ايه حسام حسن ما عملوش؟ وليكن في ماتش بلجيكا اللي انت بتنتقده عليه دلوقتي، او ماتش حتى البرازيل. طيب تعالى نعمم الدنيا شويه او نتكلم بشكل ابعادي شويه. هل المشروع اللي موجود حاليا في مصر هو مشروع حقيقي؟ لا خالص. ولا فيه اهتمام بالبنيه التحتيه، ولا فيه اهتمام باللعيبه الصغيرين اللي موجوده، ولا فيه وعي او تعزيز للاكاديميات اللي موجوده ان يكون في وعي بالكوره، ما يكونش مثلا في لمسات طويله، المعيار هنا ما يكونش التنطيط، انت عملت كام نطه والكوبري الحاجات اللي لسه موجوده في الشوارع المصريه، والمصريين عارفين ده كويس. فهو ما فيش وعي حصل، بس في نفس الوقت حسام حسن لسه ماسك بقاله فتره بسيطه جدا. انت بقى مستني منه ايه يعمله دلوقتي؟ بالعكس انا شايف ان في افكار عالميه. يعني مثلا فكره دوكو دي، انت الناس كلها اعتقد وبدون اي استثناءات الناس كلها خايفه من مواجهه محمد هاني ودوكو، اعتقد نتفق على ده يعني. هل محمد هاني سد مع دوكو لوحده؟ لا، ده ما حصلش. مش محمد هاني اللي عمل ده مع دوكو لوحده، بل ان في مدرب واقف على الخط عارف كويس قوي هو هيعمل ايه. هو هيعمل شيء مميز جدا جدا جدا، الا وهو انه هيكون في فكره بسيطه ان انا هخلي دوكو يكون في مواجهه فرديه مع محمد هاني، بس في نفس الوقت هعزل كل اللعيبه اللي حوالين دوكو اللي هم ممكن يقدموا له اي نوع من المسانده. طيب بتقول لي والله اصل محمد هاني ما كانش بيدافع لوحده، بيدافع معاه مهند لاشين وامام عاشور ومحمد صلاح بينزل له. طيب ما هو لو الموضوع سهل كده، ليه أظهرة عالمية بتلعب في أفضل فرق في العالم ما سدوش مع دوكو؟ لو الموضوع بسيط كده والموضوع بالسلاسة دي، لا طبعا. في مدرب اشتغل، انت بتحاول ان انت ما تدروش حقه او الكريدت اللي هو يستحقه في حاجة زي كده. اللو بلوك اللي حصل في الشوط الاولاني مرعب، شيء جميل جدا، شيء انا ما شفتوش حصل من مصر الفترة اللي فاتت بصراحة، السنين اللي فاتت. مش مجرد دفاع بقى، يعني انت بتلعب بخط دفاع كويس جدا، بتقفل انصاف المساحات، وفي لعيب انت حاطه عشان المواجهه اللي مع بلجيكا دي، ان هو لعيب بيلعب بظهره اللي هو عمر مرموش، وبلجيكا خصم صعب جدا جدا في فكره المان تو مان دي من فتره كبيره، هم من زمان كده. الاستباق اللعب، استباق الحدث بشكل دفاعي، الضغط العكسي، بيقابلوك مان تو مان. انت اتعاملت بقى مع ده بشكل مميز جدا، بشكل ممتاز. ليه؟ لانه عمر مرموش مثلا بيستلم، عمر مرموش قدم ماتش سيء عموما، بس عمر مرموش مثلا بيستلم بتلاقي صلاح فتح له، بتلاقي محمد هاني رحل مثلا مع ياسر ابراهيم، ومهند لاشين خد مكانه مثلا، او امام عاشور، بحيث ان هو يخش قدام مع محمد صلاح، ما بيبقاش عمر مرموش معزول، فلما بيسند عليهم بيطلع.
قيس بقى على دي زيكو، قيس على دي حركه حصلت مع صلاح شخصيا، قيس قيس قيس. انت الشوط الاولاني كنت احسن، الشوط الثاني حركه ممتازه جدا انت عملتها لما نزلت محمد صلاح، لما حسام حسن عمل لما نزل محمد صلاح في العمق، خلاه في العمق. ليه؟ لانه بلجيكا بدات ان هي تصعد دفاعها اكتر، فلما ده بيحصل انت قفلت العمق، انت حولت لعبك من الاطراف للعمق. محمد صلاح هنا دوره ايه؟ ان هو يبقى ماجنت، مغناطيس حرفيا يعني، بياخد الاثنين المدافعين اللي معاه، لان هو بيقاوم الضغط بشكل اكيد افضل من غيره في المنتخب. بتخلي مرموش وبتخلي زيكو الاثنين اجنحه انسايدر. فكره ما شفتهاش قبل كده من مصر عموما بصراحه، ما شفتش الفكره التكتيكيه دي، وعملت منها كذا لقطه كويسه. كانت هي العيب الخاص بيك هو عيب جوده، عيب فردي. مش فاهمه بصراحه، مش فاهم توجه الناس في النقد عموما، انا مش مستوعبه عموما. فخلينا شويه يعني، مع احترامي والله الكامل يعني، عقده الخواجه دي ننحيها على جنب شويه، ونحترم الاداء اللي بيحصل في الملعب. في حاجه بتحصل في الملعب، حتى لو انت خسرت كل الماتشات اللي جايه وما صعدتش حتى ال 32. انا بتكلم ان في حاجه بتحصل في الملعب، حاجه زي دي. هل بلجيكا لو ما كانتش سجلت الجون بتاعها، هل حسام حسن كان هيفضل بالنقد ده؟ لا. عندي عيوب او تعليقات على حسام حسن في حاجات مش هنكر ده. تغيير صلاح دي انا مش فاهمها ومش مستوعبها، وما كنتش شايف ان في لازمه ان زيزو ينزل. كنت ممكن تخلي صلاح يأدي نفس دور زيزو، وبس الراجل بيعمل ده لوجهه نظر في النهايه. فمش لازم كل شيء يعني ايه، مش لازم نطلع روح المدير الفني اللي جوانا. فكر، انا يعني ما تحسش بالدونيه في النهايه، براحتك، بس في نفس الوقت خلي فيه معيار، خلي فيه معايير، خلي فيه شيء حقيقي والسياق انت بتتكلم فيه. لان الكلام ده هو يا جماعه مع احترامي الكامل كلام نفسي تماما، ومش عايز اقول حقد بقى واكبر الموضوع والكلام ده. حسام حسن عمل ماتش كويس جدا، عمل ماتش ممتاز، وهو عموما عامل فتره، اصلا الفتره الصغيره دي انا شايف ان في منتخب هيعيدها مره المليون. هو مش منتخب قوي بس منتخب حقيقي، مش منتخب قوي عشان انت الكواليتي اصلا مش افضل حاجه عندك وما كانش فيه تاسيس حصل. انا ابدا ان انا بقى انتقد حسام حسن او الجهاز الفني ده امتى؟ بعد 4 أو 5 سنين من دلوقتي. والله اساله على البنيه التحتيه حصل فيها ايه، اساله على المواهب الصغيره دي حصلت فيها ايه، اساله على التوجه العام في اللعبه داخل مصر، الوعي المكاني والوعي التكتيكي والافكار والسياقات الاكاديميه بقى والحاجات دي اللي هي تناسبا مع اللعب العالمي والتوجه العالمي في الكوره. الحاجات دي ابدا انتقده عليها، بس مش دلوقتي، مش من شهور الراجل ماسكها وجي بقى على ايه، جه على كاس عالم، فانا لازم اتصرف. ورغم كده في افكار. فمبروك، ويعني انا مستني بصراحه ان شاء الله ان احنا نصعد اكيد باذن الله، وربنا يوفقنا يعني.